ازيكم يا حلوين؟ الفيديو اللي فات جاب تفاعل حلو بالنسبه لي وراضيه بيه جدا. اهم حاجه انكم تكونوا استفدتوا منه، وما تنسوش انكم تعملوا لي سبسكرايب عشان خاطر ما تفوتكمش كل الفيديوهات الجايه. وكمان تابعوني على الانستجرام لان انا ببقى موجوده هناك تقريبا كل يوم. مهم جدا خلال فتره الدراسه ان يبقى عندنا روتين ثابت ومفيد، وما نمشيش بعشوائيه طول فتره الدراسه دي، عشان خاطر ده هيأثر على نفسيتنا وهيأثر ان احنا ماشيين بالروتين غير مفيد بالمرة، بنعدي بيه الترم كله وفي الاخر ما عملناش اي نتيجة. رتبي مكتبك، ادواتك اللي هتستخدميها، المكتب بتاعك، اوضتك بشكل عام. ده هيسهل عليك الدنيا جدا، بحيث انك هتبقي عارفة ادواتك هنا، المكان اللي بتذاكري فيه هنا، مكان تاني بتنجزي فيه حاجة معينة. فده هيسهل عليكي، هيريحك كتير جدا، انك مش هتقعدي تفكري وانا المفروض احط دي فين، المفروض ان انا بعمل الحاجة دي فين، اذاكر فين. كل الحاجات دي بتفرق جدا. اعملي جدول ربع سنوي او النص الاول من الفصل الدراسي، حطي فيه مواعيد الامتحانات، جدول الجامعه، حطي فيه مواعيدك المهمه. كل الحاجات دي هتتظبط معاكي، وهتبقي عملتي في نفس الوقت الجدول بتاع الترم الاول والجدول الشهري بتاع كل شهر. كده هتكوني لميتي كل مواعيدك المهمه ببساطه وبطريقه سهله. بعد كده نرجع نظبط الجدول الشهري ده بجدول اصغر، وهو الجدول الاسبوعي. الجدول الاسبوعي ده بالنسبه لي بسيط ومهم جدا، لانه بيحدد لي الايام الخاصه بالكليه، الايام الخاصه بالدراسه، الايام الخاصه بالتمرين او صناعه المحتوى. فببقى عارفه كل يوم في قد ايه وازاي هقدر اضيف فيه الفتره بتاعه الدراسه بتاعتي او المذاكره بتاعتي. طيب انا بحدد المذاكره بتاعتي على اساس ايه؟ حاجتين. اول حاجه، اذا كان اليوم ده عندي مليان بالانشطه كتير فمش هقدر ارجع اذاكر تاني، وبالتالي باخد بقيه اليوم بريك. اذا كنت خدت الماده دي النهارده ولا لا، فهرجع اذاكرها على طول. او لو الماده بالنسبه لي صعبه او مجهده فبقدر اجلها ليوم تاني عندي فيه مواعيد اقل. اخر حاجه بقى، وهو بالنسبه لي الجدول اليومي. ده الجزء المفيد بالنسبه لي والمهم قوي. انا بعمله على نظام ايه؟ على حاجتين. اول حاجه بعمله على جوجل كالندر، وده اللي بينبهني ان بعد 10 دقايق انا المفروض اقوم اعمل المهمه كذا. هو بنظام اسمه تغيير العادات، مش بعمله بتنظيم الوقت. بمعنى بعمل الجدول بتاع اليوم وبحط فيه 3 حاجات: المهمه اللي انا عايزه انجزها، مدى اهميتها في حياتي، والمكان بالظبط اللي انا هعمله فيها. فبحط مثلا كل تفصيله انا بعملها في اليوم في الجدول ده، سواء هي كانت ايجابيه او سلبيه، وبعملها بنظام زائد ناقص بيساوي. بيساوي دي معناها ان هي حاجة اساسية اي بني ادم بيعملها في يومه. حاجة ايجابية بحط جنبها زائد، حاجة سلبية بحط جنبها ناقص، ان انا المفروض اخد بالي منها. اخر حاجة بقى عايزة اقولها، ان احنا ندي لنفسنا بريك. احنا انسان مش آلة، فمحتاجين مهم جدا ان احنا نحط في الجدول بتاعنا ده وقت البريك، وقت ان احنا نخرج مع صحابنا، وقت ان احنا نتأمل مع نفسنا. ده مهم جدا وهيأثر على نفسيتنا. غير كده بحب جدا فكرة المكافأة. غير البريك خالص، انا بكافئ نفسي كل فترة على صمودي وتحملي لكل الضغوطات دي او كل الروتين دي. بخرج مع نفسي او ان انا اجيب لنفسي مكافأة، دي بتشجعني جدا ان انا اقدر اكمل بالروتين دي، وفي نفس الوقت مش بكسره خالص. عايزين نوصل الفيديو ده لاكبر قدر من اللايكس عشان خاطر اعرف اذا كان عجبكم ولا لا. ولو عايزين جزء تاني من تنظيم الوقت قولولي في الكومنتات وانا هعمله لكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان خاطر ما تفوتكمش اي فيديو من الفيديوهات الجايه. تابعوني على الانستجرام عشان خاطر نقدر ندردش مع بعض، واشوفكم في الفيديوهات الجايه. باي.